السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من حكاية رومان. في الشوارع المزدحمة للكايرو مشى رومان ديمتري بثقة بجانب جنوده، وكانت أعين سكان المدينة تتابع كل حركة يقوم بها بمزيج من الإعجاب والاحترام. كان حضوره آمرا وقامته شامخة، مما جعله بلا شك أقوى سياف عرفته كايرو على الإطلاق. وفي الوقت الذي كان رومان يتقدم فيه، كانت هذه هي اللحظة التي خطأ فيها ماريس بنديكت، شخصية ذات أهمية في حد ذاتها. ليعتمد طريق رومان، كان إعجاب بنديكت بمهارات رومان الفريدة واضحا، حيث أثنى على انتصار السياف الأخير على الكونت نيكولاس، إنجاز أحدث صدمة في أوساط الأرستقراطية في كايرو. ومع ذلك تحت ستار الإعجاب كان هناك تحدي خفي، حيث شكل جنود بنديكت حاجزا أمام رومان، مانعين مروره ومعلنين بداية محادثة جادة. بنبرة متزنة بدأ بنديكت في استعراض تفاصيل مساعي رومان السابقة، كلماته مشبعة بتيار خفي من الفضول والفحص. تأمل بصوت عال حول الاستعدادات التي استمرت عاما كاملا والتي قام بها رومان، فترة من التدريب المكثف والتخطيط الاستراتيجي التي تركت الكثيرين يتساءلون عن هدفها. كان هذا السؤال قد لازم بنديكت حتى هذه اللحظة، عندما تبين له فجأة الغرض منها. كان من أجل عائلة ديمتري، أعلن بنديكت، صوته يحمل نبرة من الإدراك، لتقوية قوات ديمتري، لتأمين موقعهم في المشهد المتغير باستمرار للقوة والنفوذ. وبهذا الكشف المعلن استفسر ماريس بنديكت من رومان عما إذا كان سينحاز إلى فصيل الأرستقراطيين أو ينحرف عن المسار المتوقع. بلمسة من الإقناع أعرب بنديكت عن موافقته في حالة اختيار رومان الأول، ومع ذلك لم يتردد في تحذير رومان من التكاليف المحتملة المرتبطة باختيار الطريق الآخر. ثم ترك بنديكت القرار لرومان، محفزا إياه على الكشف عن اختياره. بينما يتأمل رومان في كلمات بنديكت تحيط به بصمت تأملي يقود السرد نحو أعماق ذكريات رومان. في لحظة متوترة يواجه بيك هوي، الأخ الأكبر لرومان من حياته السابقة وزعيم طائفة الشيطان السماوي جونغ هوك، وهو اسم رومان في حياته السابقة. تحمل مبادلتهما وزنا كبيرا، فالقرار الذي يتخذه جونغ هوك الآن سيشكل مستقبل علاقتهما. الخيار واضح، هل سينجذب جونغ هوك إلى سحر الشهرة والثروة ملتحقا بإخوته الآخرين إلى جانب بيو، أم سيطالب بحقه كالولي الشرعي لقيادة طائفة الشيطان السماوي مواجها بيو وجها لوجه؟ بالنسبة لرومان لم تكن القرارات أبدا سهلة، خيار بين الواجب والرغبة، بين الخضوع والتحدي. ومع ذلك واقفا عند مفترق طرق مصيرية مرة أخرى، وجد رومان الوضوح في أعماق روحه، بحثا عن ما يخدم حقا رفاهيته الخاصة. يسعد رومان الدرج، يكافح مع صراعه الداخلي، وعندما يصل إلى أخيه ينتقى باعتذار صادق قبل أن يرفع سيفه، رمزا لعزمه. بقلب ثقيل يخاطب أخاه الأكبر، معربا عن عجزه عن قيادة حياة يمليها رغبات الآخرين. عائدا إلى الحاضر ردد رومان تلك الكلمات نفسها إلى بنديكت، الذي نظر إليه بمزيج من عدم التصديق والازدراء. بالنسبة لبنديكت ربما بدت قرارات رومان سخيفة في شوارع كايرو المزدحمة. ماريس بنديكت الذي كان يتمتع بالثقة، مقتنعا بأنه يمتلك كل من القوة والتبرير في الدراما التي تتكشف، رفض قوة رومان الهائلة، مؤكدا أنها لا تساوي شيئا في وضعهم الحالي. بنديكت بثقل قيادة الحكومة المركزية خلفه أعلن عائلة ديمتري المعروفة بهجماتها غير المقيدة كمذنبين وراء الصراع الداخلي. بصوت سلطوي بنديكت أمر جنوده بإلقاء القبض على رومان ديمتري لإجراء تحقيق شامل، والجنود الذين كانوا يتبعون الأوامر بإخلاص تقدموا نحو رومان. ومع ذلك اتخذت الأوضاع منعطفا غير متوقع. عندما أعجز رومان أحد الجنود بسرعة، وقف بنديكت في صمت مذهول وهو يشاهد تحدي رومان يتكشف أمامه. سأل بنديكت إذا ما كان رومان يتحدى أوامر الحكومة ويقوم بتمرد. رومان دون أن يلين أوضح أن معارضته موجهة فقط ضد بنديكت وليس ضد السلطة العليا للملك. ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن بنديكت نفسه هو من كان يدبر تمردا ضد النظام المستقر. بنديكت الذي أحبطته جرأة رومان ادعى أن مثل هذا الغرور سيؤدي إلى سقوط عائلة ديمتري، جادل بأن الحكومة المركزية كتمثيل لإرادة الملك تمتلك الأرضية الأخلاقية العليا. رومان مع ذلك كان ثابتا في اعتقاده بأن الملك سيكون الحكم النهائي لأفعالهم. تصاعدت الأوضاع عندما شعر رومان بالحاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم، وأمر رفاقه كريس وكيفن بفتح الطريق. الثنائي المخلصان لقضية رومان تقدما بسرعة مسقطين عدة جنود في طريقهما. شاهد ماركيز بنديكت هذا التحول غير المتوقع في الأحداث متغلبا على الدهشة. لم يتخيل قط أن رومان سيمتلك الجرأة الكافية لمواجهة قوات الحكومة المركزية علنا وسط شوارع كايرو المزدحمة.
المزدحمة. في تحول مفاجئ للأحداث اختار بنديكت برفقة مسؤولي الفرار من المكان خائفا من التداعيات. أمر بقية جنوده بمهاجمة رومان ووعد بمكافأة ضخمة لمن يمكنه القبض على السياف المتمرد. بينما كان جنود الحكومة المركزية يغلقون على رومان أظهر مهارة قتالية أسقط قائدهم دون تردد. في ذهن رومان هذا كان بداية تطهير ضروري، لحظة حاسمة حيث سيؤكد موقفه ضد الطغيان المتصور لماركيز بنديكت والحكومة المركزية. في الغرف الفخمة لقصر كايرو الإمبراطوري اخترق الإلحاح والجو بينما اندفع رسول متنفسا وعيناه متسعتان لتوصيل أخبار مروعة إلى الملك دانيال. كانت العاصمة المزدحمة قد تحولت إلى ساحة معركة مع رومان ديمتري في مركزها يطلق مذبحة من جانب واحد ضد الفصيل الأرستقراطي. صدم الملك دانيال بالكشف واشتعل ذهنه محاولا التعامل مع احتمال التمرد داخل مملكته الخاصة. ردا على الخطر الوشيك اخترق صوت نائب قائد فرسان القصر القاعة مأمورا الجنود بتعبئة جميع فرسان القصر وقوات الأمن الإمبراطوري. كان هدفهم الأسمى تحصين دفاعات القصر وضمان سلامة سيادتهم. بينما كانت الأوامر العاجلة تتردد في جدران القاعة العظيمة لم يستطع الملك دانيال إلا أن يتأمل في حتمية الفوضى المريرة متسائلا إذا كان مصير كايرو أن تمزقها النزاعات الداخلية. في تحول مفاجئ للأحداث اقترب جندي من الملك دانيال بأخبار عن طلب مفاجئ. رومان ديمتري يسعى للقاء مع الملك دانيال الذي تفاجأ بهذا التطور غير المتوقع يراقب بينما يخطو رومان إلى الأمام. قدم رومان تحية محترمة لكن الملك دانيال سرعان ما تجاهل الرسميات محثا رومان على الغوص مباشرة في صلب الموضوع حريصا على سماع تفسيره للوضع الراهن. قدم حساب رومان صورة حية عن المواجهة والتحدي. روى كيف حاول ماركيز بنديكت مدعوما بحاشية قوية إكراهه على التحالف مع الفصيل الأرستقراطي بعد معركة تصنيف عامة، ومع ذلك رفض رومان الوفي لملك كايرو وحده بشكل قاطع محاولات بنديكت. في خطوة جريئة طرح رومان اقتراحا أمام الملك دانيال إذا كان الملك سيمنحه دعما بلا قيد أو شرط معتبرا ديمتري سيف كايرو. تعهد رومان بالقضاء على الفصيل الأرستقراطي واستعادة التوازن الهيكلي للقوة المتصدع بالمملكة. بينما كان الملك دانيال يسجل مفاجأته راودته فكرة مليئة بالأمل ربما ينوي رومان القضاء على الفصيل الأرستقراطي نيابة عن مصالح الملك. بفضول متزايد وجه الملك دانيال سؤالا مباشرا إلى رومان متسائلا عن دوافعه ومتسائلا إذا كان رومان يسعى حاليا لإبرام صفقة مع الملك. ردا على ذلك استعرض رومان تجربته الشخصية في الجبهة الجنوبية عندما اخترقت مملكة هيكتور حدود كايرو. على الرغم من وجود الكثير من الوقت للاستعداد لتوغلات هيكتور انهارت دفاعات كايرو في هجوم مفاجئ وغير متوقع. أرجع رومان هذا الفشل الكارثي إلى الانقسامات الداخلية في المملكة التي زادت حدتها بوجود 4 فصائل متنافسة تتنازع على الهيمنة. لو كانت هرمية السلطة صحيحة ربما كان بالإمكان تجنب احتلال الجبهة الجنوبية بالكامل. طرح رومان سؤالا على الملك دانيال مستفسرا إذا كانت كايرو قد شهدت أي تغيرات في العام الماضي مشيرا إلى المشهد السياسي المضطرب لقارة سلمندر. ضغط أكثر متسائلا عن المدة التي ينوي الملك فيها مراقبة الوضع بصورة سلبية. أكد رومان أن الشخصية الرئيسية لتوحيد كايرو لم يكن ماركيز بنديكت بل الفرد الذي يمسك بزمام الحكومة المركزية ويعمل كملك الفعلي. في نظر رومان كان هذا الشخص يجب أن يكون الملك دانيال نفسه. عند سماع هذا الكشف انطلقت أفكار بينير. هل يمكن أن يكون رومان ميانا بصدق لتقديم الولاء للملك؟ بدأت الفكرة تتجدر في ذهن بينير. ربما لم تكن أفعال رومان مدفوعة برغبة في تخوير التمرد بل برغبة في خدمة الملك بإخلاص. سعى رومان إلى طمأنة الملك معترفا بأن الملك دانيال قد يعتبر أفعاله مشبوهة. ومع ذلك شدد رومان على أن ديمتري قد ارتكب حياتهم لهذا السبب بالإحساس بالعجلة. حث رومان الملك على اغتنام الفرصة التي أعدها ديمتري. قبل الرد طرح الملك دانيال سؤالا على رومان مستفسرا عما يسعى ديمتري للحصول عليه في المقابل لتدبير هذه المرحلة. أذهل رد رومان الملك كشف عن طموحه لاستقلال المنطقة الشرقية بإعلانها إقليما مستقلا وإقامتها كدوقية. جادل رومان بأن ديمتري سيبقى وفيا بشدة لكايرو لا ينسى جذورهم أبدا. جاء الملك مع هذا الكشف مذهولا بطلب رومان الجريء لاستقلال ديمتري ومع ذلك ظل رومان ثابتا حاثا الملك على النظر في الخير الأعظم لكايرو عند مواجهة قرارات صعبة. في رأي رومان أحيانا كانت التضحيات ضرورية لضمان ازدهار واستقرار المملكة ككل. بينما كانت كلمات رومان تتردد في القاع وجد الملك دانيال نفسه عند مفترق طرق يتأمل أفضل مسار للعمل من أجل مملكة كايرو. كان وزن المسؤولية ثقيلا على كتفيه بينما كان يفكر في تداعيات رؤى رومان. متوجها إلى الملك طرح دانيال سيناريو افتراضي يستقصي العواقب المحتملة لانضمام الكونت دينفر والكونت غريغوري إلى القوات. كان رد رومان متزنا وذكيا يعكس فهما عميقا للمشهد الجيوسياسي. أوضح أن الإمبراطورية التي تمثلها فالهالا من غير المرجح أن تتحرك على الفور بسبب القيود اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك كان كرونوس المتورط في النزاعات جنوبا لديه أولويات أكثر إلحاحا من كايرو في الوقت الحالي. كان تحليل رومان مقنعا للملك دانيال الذي
التي أدرك تعقيد الوضع. مخاطبا رومان مباشرة، علق الملك على خطة رومان الطموحة لمواجهة العديد من الخصوم في فترة زمنية قصيرة نسبيا. أعرب عن قلقه بشأن العواقب غير المقصودة للقضاء على عدة أعداء في وقت واحد، خوفا من أن مثل هذه الأفعال قد تخلق تحديات جديدة لكايرو. كانت تذكير جادة بالتوازن الدقيق للقوة داخل المملكة، ومع ذلك بقي رومان ثابتا في قناعته بأن الإجراءات الحاسمة ضرورية لتأمين مستقبل كايرو. بتعبير جاد، طمأن الملك بأنه بينما كانت المخاطر حتمية يجب مواجهتها بشكل مباشر في سعي وراء الاستقرار والازدهار. الملك دانيال، معجبا بفطنة رومان الاستراتيجية، لم يستطع إلا أن يبتسم معترفا ببصيرة الشاب المحارب الرائعة. ومع ذلك كان لحظة إعجابه قصيرة الأمد، حيث قاطع الفارس الملكي نائب القائد سيمون معارضا اقتراح رومان. أثار سيمون مخاوف من أن ديمتري، بما في ذلك رومان، كانوا يسعون إلى استغلال الوضع لمكاسب شخصية تحت غطاء الصلاح. واجه رومان شكوك سيمون برد حاسم، متحديا إياه للنظر في البدائل. أشار إلى الفضائح التي ارتكبتها الفئة الأرستقراطية، وأكد على استعداد ديمتري لمواجهتهم، سعينا فقط للاعتراف العادل بتضحياتهم. جادل رومان بأنه حتى لو تم منحهم وضع ذوقية، فإن مصير ديمتري سيظل مرتبطا بكايرو، حيث كان لديهم جذور عميقة داخل المملكة. كان إحباط سيمون ملموسا، لكن رومان بقي ثابتا في التزامه بالعدالة والاستقرار. رفض أي إشارة إلى التمرد في الرقص المعقد للقوة. رومان ديمتري رسم خطوطا في الرمال، مجبرا الملك دانيال على مواجهة الواقع المضطرب الذي يتكشف داخل سلطته. بينما عبر نائب قائد الفرسان الملكي سيمون عن مخاوف بشأن نوايا ديمتري، وجد الملك دانيال نفسه ممزقا بين الاعتراف بالنقاط الصحيحة التي أثيرت والإدراك المؤلم بأن عدم كفاءته الخاصة قد تركه عاجزا عن التحكم في مصير أرضه. كافح الملك دانيال مع الفكرة بأن ديمتري وبشكل خاص رومان قد تطوروا إلى قوة لا يمكن السيطرة عليها. منفصلة عن قبضة العائلة الإمبراطورية لكايرو، كانت الدلالات عميقة، مما دفع الملك لمواجهة خيار حاسم: قبول الحال الراهن للأمور أو الشروع في رحلة جذرية لإعادة تعريف جوهر كايرو نفسها. في لحظة وضوح فكر الملك دانيال في الفصائل البديلة التي تتنافس على التأثير. وزن النوايا المزعومة والنقي لديمتري مقابل التلاعب والتحكم الذي تستخدمه الفصائل الأخرى كانت مع الملك. وفي إعلان جاد، تعهد الملك دانيال بتكريم شرف العائلة الإمبراطورية لكايرو بمنح وضع ذوقي للمنطقة الشرقية، بما في ذلك شفافية طموحات رومان ديمتري. وسيصعد بارون ديمتري إلى اللقب المرموق للذوق، مما يرمز إلى تحول ملموس في ديناميكية المملكة. بتعبير جاد، حث الملك دانيال رومان على توزيع العدالة بمعاقبة ماركيز بنديكت محرك الفوضى داخل كايرو. أكد هذا التوجيه على جدية الوضع ورغبة الملك في حل يعيد النظام والاستقرار. بينما تنتقل الساحة إلى دائرة العمل، يتأمل الكونت دينفير في طبيعة تصرفات رومان ديمتري الهائلة مع الهجوم الجريء لرومان على ماركيز بنديكت في قلب كايرو. يرى دينفير صراعا لا يرحم يلوح في الأفق بين عائلة ديمتري والفصل الأرستقراطي، كل منهما مصمم على السيطرة بأي ثمن. يتخيل دينفير أن الوجه التالي لرومان هي القصر الإمبراطوري، حيث يهدف إلى الأرجح إلى طلب دعم الملك في صراعه ضد الفصل الأرستقراطي، متصورا مواجهة ضخمة بين الفصل الملكي والقوات المشتركة لديمتري والفصل الأرستقراطي. يرى دينفير فرصة لفالهالا لاستغلال الفوضى لصالحها، مستفيدة من النزاع الناشئ لتحويل موازين القوى لصالحها. في مقاطعة مفاجئة اندفع جندي إلى حضور الكونت دينفير مشيرا إلى المشكلات. استفسر الكونت دينفير بسرعة عن طبيعة المشكلة المطروحة. أبلغ الجندي بجدية أن رومان ديمتري قد قاد اقتحاما قويا إلى قصر فالهالا. في تلك اللحظة بالذات يدخل رومان إلى المكتب ويتخلل دخوله القوي بإلقاء الجندي على الأرض. بنبرة حازمة يوجه رومان الكونت دينفير لقبول التوجيهات الإمبراطورية. يصدم الكونت دينفير من وجود رومان غير المتوقع في مقر فصيل فالهالا، مع الأخذ في الاعتبار الصراع الجاري في موقع الفصيل الأرستقراطي. يدرك الكونت دينفير الحاجة إلى تماسك نفسي في هذا التحول المفاجئ للأحداث. يستفسر الكونت دينفير مرتبكا عن صحة ذكر رومان الأوامر الإمبراطورية. رومان غير مثني يتهم الكونت دينفير بالتواطؤ مع فالهالا، مدعيا سرقة أسرار حيوية لكايرو. وفقا لرومان أمر ملك كايرو بأن يقبض على الكونت دينفير ردا على هذه الأفعال المزعومة. بنظرة حادة يوجه رومان تحذيرا شديدا إلى الكونت دينفير، يؤكد أن أي محاولات من الكونت دينفير للخداع أو التلاعب بالموقف ستؤدي فقط إلى تصنيفه كشريك في التمرد. في مثل هذا السيناريو يعلن رومان التزامه بتنفيذ إعدام الكونت دينفير فورا. يتصاعد الإحباط وعدم تصديق داخل الكونت دينفير، حيث ينفي بشدة تهم التمرد. يطرح الكونت دينفير نقطة تحذيرية على رومان، متسائلا عما إذا كان يفهم تداعيات أفعاله، حيث سترد فالهالا بالتأكيد. يصدر رومان تحذيرا مخيفا ناصحا الكونت دينفير بأن يزن كل كلمة من هنا فصاعدا، مسحبا سيفه. يطلب رومان من الكونت دينفير خفض صوته مؤكدا على جدية الوضع. يؤكد رومان أن الكونت دينفير لا يدرك بالكامل حجم محنته. هذه المرة
يعلن رومان أن الصراع يتجاوز مجرد قمع الفصيل الأرستقراطي، يتعهد بالقضاء على جميع الخونة المتحالفين مع فالهالا وكرونوس. يترك الكونت دينفير بلا كلام مذهولا من حزم رومان. في الوقت نفسه في عالم فصيل كرونوس ينخرط الكونت غريغوري في تبادل حاد مع سيمون، شخصية بارزة في الفصيل الملكي. يحذر الكونت غريغوري من التداعيات التي ستحل بالفصيل الملكي بسبب أفعالهم، ملمحا إلى انتقام محتمل من الإمبراطورية القوية لكرونوس. يشدد على الخطر الكامن في استفزاز الإمبراطورية التي تشكل الطموحات والتوسيعية تهديدا كبيرا لاستقرار كايرو. سيمون مدركا صحة مخاوف الكونت غريغوري يقترب منه بحذر، معترف بطيف تأشير كرونوس الموجود دائما مع ترسيخ مرسوم الملكي لمسار كايرو. لم يكن هناك مجال للعودة. تحقق الإدراك لدى الكونت غريغوري وهو يتبادل النظرات مع سيمون مدركا أهمية اللحظة، لكن قبل أن يتمكن من استيعاب جدية الوضع تماما أرسله دفع قوي من سيمون متدحرجا على الأرض مؤكدا سلطته. تعهد سيمون بمواجهة أي تهديد قد يشكله كرونوس شخصيا إذا اخترقوا حدود كايرو. كانت كلماته تعكس مشاعر رومان ديمتري السابقة، مما يؤكد على عزم الفصيل الملكي على القضاء على الخصوم المحتملين. ثم تحول المشهد إلى أراضي بنديكت، حيث تسارع ماركيز بنديكت مع الإحباط بعد تعلمه بولاء ديمتري للملك. بينما كان يتوقع محاولة الحكومة المركزية للاستيلاء على السلطة، فإن هذا التحول المفاجئ في الأحداث أربكة. يتأمل ماركيز بنديكت أنه بتجميع الغالبية العظمى من القوات ضمن الفصيل الأرستقراطي ينبغي أن يكون قادرا على السيطرة على كايرو بسهولة نسبية. يفكر ماركيز بنديكت في قوة رومان الهائلة، مقررا بأن رومان ربما أصبح أكثر السيافي شهرة بعد انتصاره على الكونت نيكولاس، لكن أمواج الحظ لا تكون دائما لصالحه. بعزم يأمر بنديكت تابعه بتجميع جميع أعضاء الفصيل الأرستقراطي وحثهم على تحريك قواتهم نحو العاصمة، ومع ذلك تم إحباط خططه عندما أحضر جندي أخبارا مقلقة. رفض الكونت باروس دعوته لحمل السلاح محبطا بهذا العائق غير المتوقع. لجأ ماركوس بنديكت إلى التواصل السحري مع الكونت باروس متسائلا عن عقله لتحدي الأوامر وتجاهل الاجتماع المقرر، ومع ذلك ظل الكونت باروس ثابتا في تحدي، مؤكدا أن الطاعة العمياء لماركيز بنديكت أصبحت شيئا من الماضي. أعرب عن ثقته في قدرة رومان ديمتري على السيطرة في الصراع الوشيك، مما يشير إلى تحول حاسم في ولائه. على الرغم من تحذيرات ماركيز بنديكت من الندم المحتمل، ظل الكونت باروس ثابتا مقتنعا بصواب قراره. اعترف الكونت باروس لماركيز بنديكت شكل لحظة فارقة حيث اعترف بخطئه. كان يعلم أن أيامه معدودة، ومع ذلك على الرغم من خيانته الأولية كان الكونت باروس مصمما على الوقوف إلى جانب رومان والقيام بكل ما في وسعه من أجل قضيته. في لهجة ملحة ذكر الكونت باروس ماركيز بنديكت بالشائعات المتداولة حول كرم رومان تجاه شعبه. أكد على أن ماركيز بنديكت كزعيم للفصيل الأرستقراطي المرموق يبدو غافلا عن الواقع القاتم الذي يواجههم، السقوط الوشيك لفصيلهم. ازداد إحباط ماركيز بنديكت مع هذه الحقيقة المريرة. في هذه الأثناء أشار إعلان الكونت فالنتينو عن دعمه لرومان ديمتري إلى تحول في المشهد السياسي، مع بدء القوى المحايدة في توجيه أنفسها إلى جانب رومان. كان توازن القوى داخل كايرو يخضع لتحول جيولوجي. ديمتري حليف وعائلة فالنتينو قد نشأ جميع المرتزقة في كايرو. هذه الخطوات جاءت ردا على أفعال القوى المحايدة بقيادة ماركيز فالنتينو. بسبب هذا لم يعد بإمكان الفصيل الأرستقراطي أن يتعامل معه بسهولة بواسطة الجنود. تنتقل الساحة إلى قاعة اجتماع حيث يجتمع الملك دانيال ورومان مع آخرين لوضع استراتيجيات. يعلم رومان المجموعة أن باروس من فصيل الأرستقراطيين إلى جانب عائلات أخرى تحت قيادته قرر الانضمام إلى جانب رومان. يفكر الملك دانيال أنه لو لم يقبل عرض ديمتري لكان الأرستقراطيون قد نجحوا على الأرجح في محاولة الانقلاب. يعترف بأن رومان وديمتري هما القوة الدافعة وراء هذه الحرب. يشير رومان إلى خريطة موضحا أنه إذا تمكن الأرستقراطيون من تجمع قواتهم بأمان لكانوا قد تقدموا نحو العاصمة، ومع ذلك نظرا للظروف الحالية سيجبرون على اتخاذ موقف دفاعي مع تحرك جميع الفصائل. الآن يرى رومان فرصة للفصيل الملكي للتعامل مع المتمردين بحزم. يعد الملك دانيال بدعم العائلة الملكية الكامل لرومان، مشيرا إلى أن أوامر رومان ستعامل كأوامر الملك نفسه في هذه الحرب. يعلن رومان قائدا عاما وهو يقبل هذا الدور بتواضع. المشهد ينتقل إلى قلعة بنديكت حيث تجمعت العناصر المتبقية من الفصيل الأرستقراطي. أخبر ماركيز بنديكت الجميع أنه من المحتمل أن تغزو القوات الملكية أراضيهم خلال أسبوع، وعليهم تأمين البوابات والاستعداد للدفاع وانتظار فرصة للرد. لاحظ أظن التحول المفاجئ لماركيز فالنتينو من موقف المحايد الصارم إلى دعم رومان ديمتري. ناقشت المجموعة فرصهم في الفوز بالحرب حيث عبر عضو عن شكوكه، بينما اقترح آخر أن عليهم اغتنام اللحظة. وجد الفصيل نفسه في وضع حرج غير قادر على استخدام نصف قوته القتالية. اقترح الأعضاء المهتمون الوصول إلى حلفاء محتملين بين مؤيدي كرونوس وفالهالا، من بينهم عضو ذو شعر أصفر. أكد أن قادة كلا الفصيلتين قد تم اعتقالهم، مما يعني أن تقديم شروط مواتية قد
يميل بهم إلى جانب ماركيز بنديكت. وافق بنديكت قائد الفصيل على الخطة، وكان عزمه الصلب واضحا في سلوكه. ومع ذلك قبل المضي قدما طلب بنديكت توضيحا حول الجدول الزمني لتأمين هذا الدعم الحاسم، وتوجه إلى العضو ذي الشعر الأحمر مستفسرا عن إمكانية القيام بهذه المهمة. قدر العضو ذو الشعر الأحمر المعروف بتخطيطه الدقيق أنه سيستغرق ما لا يقل عن أسبوعين لإقناعه وجمع الحلفاء الضروريين. أومأ بنديكت بتفكير معترفا بجسامة المهمة المقبلة. بثقة وكل بنديكت المسؤولية إلى العضو ذو الشعر الأحمر، واثقا في قدرته على تنفيذ الخطة بفعالية. ومع استمرار النقاش ذكر بنديكت الجميع بالاستعدادات طويلة الأمد للفصيل الاصطناعي مع الفصيل الملكي. على الرغم من الاندلاع المفاجئ للحرب، أظهر بنديكت هواء من العزم مؤكدا حقهم الطبيعي في السيطرة على قوة كايرو. كانت كلماته ثقيلة مما زرع شعورا متجددا بالغرض بين الأعضاء المجتمعين. بقيادة بنديكت كانوا مستعدين لمواجهة أي تحديات قد تطرح. في غرفة معزولة داخل الأراضي الملكية استفاق الكونت نيكولاس من اللاوعي بينما عادت حواسه تدريجيا. قام بتقييم إصاباته مرتاحا لاكتشاف أنها كانت خارجية بشكل أساسي وليست تهدد حياته. غمرت ذاكرته ذكريات لقائه الأخير مع رومان ديمتري الشخصية الغامضة في مركز الصراع، مسترجعا ضبط رومان المفاجئ لنفسه وتأكيدها للولاء لكايرو. تأمل نيكولاس في النوايا الحقيقية وراء أفعاله قبل أن يتمكن من التفكير أكثر في هذه الأفكار. اندفع سيمون حليف مخلص إلى الغرفة، تعابير وجهه مزيج من الراحة والقلق. بعد ذلك أمر الكونت نيكولاس سيمون بسرد الأحداث التي وقعت بينما كان فاقدا للوعي. كشف سيمون أن الفصيل الملكي يستعد لإرسال قوات إلى الخطوط الأمامية مع تعيين رومان ديمتري كقائدهم. علاوة على ذلك تجري الخطط داخل الفصيل الملكي لشن هجوم على فصيل بنديكت. بعد سماع هذا الخبر المقلق أمر الكونت نيكولاس سيمون بسرعة بمرافقته إلى تجمع القوات، مدركا الحاجة الملحة لوجوده هناك.